فضيحة البيان الختامي للقمة العربية اللي كانت منعقدة في قطر على خلفية القصف الإسرائيلي على الدوحة. القمة العربية كالعادة أخذت مجموعة من البيانات. هي إيه؟ دكتور حسام زكي السفير المتحدث باسم القمة العربية طالع يقول لنا مجموعة القرارات اللي هم أخدوها في البيان الختامي. رقم واحد، بيقول لك الدكتور حسام زكي أن الظروف غير مناسبة للرد على العدوان الإسرائيلي ضد قطر. تمام؟ رقم اتنين، نؤكد على رفض أي تبرير للعدوان على الدوحة. رقم تلاتة، نذكر المجتمع الدولي بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على عواصم العربية. أربعة، نذكر أنفسنا بضرورة الرد على العدوان الإسرائيلي على الدوحة، ونرفض أي مساس بقطر، وأمن قطر هو أمن الدول العربية. هي دي القرارات يا جماعة والبيانات اللي هم طلعوا بيها بعد اجتماع القمة العربية. تخيلوا أي حكام هؤلاء، أي حكام عرب هؤلاء، أي حكام من الذل والهوان هؤلاء الحكام. إيه يا جماعة اللي بيحصل ده؟ يعني يا جماعة إحنا أمة إسلامية، إحنا أمة إسلامية وميزنا الله سبحانه وتعالى بعزة الإسلام. هذه القرارات لا تمس الإسلام ولا تمس الكرامة بأي شيء. تخيلوا يا جماعة احنا 57 دولة إسلامية، مش بس كده، احنا تلت العالم من حيث القوى البشرية، وطالعين بقرارات هزيلة زي ديت. طب انت مستني ايه؟ وبعدين ايه ظروف غير مناسبة للرد؟ ايه انهي ظروف بقى هتبقى مناسبة عشان ترد يعني؟ لما يضربوا كل العواصم العربية والإسلامية، ساعتها ظروف هتبقى مواتية للرد. يا جماعة احنا قلنا 200 مرة قبل كده ان اليهود ما بيجوش بالتفاوض. اليهود عشان تتعامل معاهم لازم تتعامل بلغتهم، لغة القوة. لازم تاخد قرارات قوية عشان الناس والغرب والعدوان يخاف منك. اليهود ما بيهمهمش الكلام ده كله، حتة البيانات وحتة نندد ونذكر والكلام ده كله. هم شايفينك ضعيف، هم شايفينك كأمة عربية وأمة إسلامية ضعفاء، عشان كده هم يضربون ولا يبالون. احنا كغثاء السيل كما قال علينا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكنه يعيش بيننا الآن. يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعت الأكلة إلى قصعتها. شوف الرسول شبهنا بإيه دلوقتي، أكنه يعيش بيننا. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم كغثاء السيل، مالكمش عازة. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا والخوف من الموت. هو ده حالنا دلوقتي يا جماعة، وحال حكامنا العرب كلهم بلا استثناء. كل واحد خايف على نفسه وخايف على كرسيه وخايف من الموت، وربنا سبحانه وتعالى قاذف في قلوبه الخوف والوهن من عدوه. احنا يا جماعة عدونا واحد بس، هو اليهود. طول عمرنا عدونا اليهود، والحرب دي من قديم الأزل ضد الإسلام. يعني احنا مستنيين لما إسرائيل تعمل إسرائيل الكبرى عشان يبقى ظروف مواتية اللي احنا نرد مثلا. هم دلوقتي بيعلنوها علني، اللي احنا لازما لن نسكت إلا أن نكون إسرائيل الكبرى من النيل للفرات. انتوا مستنيين ايه كعرب؟ كل اللي هم عملوه في غزة واخواتنا في فلسطين، وضربوا سوريا، وضربوا لبنان، وضربوا اليمن، وضربوا قطر، وضربوا سواحل تونس. يعني احنا كعرب مستنيين ايه؟ انا مش فاهم بصراحة. يعني ايه ظروف غير مواتية للرد على العدوان؟ لازم العدوان يخاف منك كقوة. لازم تبين للعالم كله ان انت قوة، قوة بالاتحاد، قوة بعزيمة الله. يا جماعة احنا الناس كلها، الدول كلها بتضحك علينا والله. احنا كعرب الدنيا كلها بتضحك علينا. امريكا دي
الراعي الأساسي لإسرائيل العرب رايحين يدوهم بالمليارات، بالمليارات من الدولارات عشان يحموهم، وبقسية أمريكا إسرائيل بتضرب نفس الدول العربية اللي هي بتدي مليارات لأمريكا. أي تخلف هذا، أي تخلف، أي وهن وأي ذل هذا لهؤلاء الدول العربية وهؤلاء الحكام العرب. إيه يا جماعة اللي بيحصل ده؟ يا جماعة إحنا للأسف الشديد إحنا عايشين هذا الزمن كغثاء السيل، والله المستعان.